طب يا دكتور، دايما المريض بيدور على دكتور يسمع له ويكون متابع معاه ومتواصل معاه طول الوقت، ازاي بقى حضرتك تقدر تحقق المعادلة دي؟ انا اعتقد ان دي ميزه كبيره. احيانا ببقى انا مضغوط بيها لان بتخليك طول الوقت تحت ضغط ان انت محتاج ترد على العيان، تبقى خايف العيان يكون عنده حاجه طارئه وانت قصرت معاه. القلب هو سر حياة الجسم، وحمايته بتبدأ بالوعي المبكر. معانا النهاردة ضيف مميز، وواحد من الناس اللي كرسوا حياتهم عشان يحافظوا على القلوب تنبض. معانا قامة علمية كبيرة من مؤسسة مجدي يعقوب للقلب. معانا النهاردة دكتور محمود شحاتة، استشاري أمراض قلب الأطفال والعيوب الخلقية. أهلا بحضرتك معانا النهاردة يا دكتور. اهلا بيك يا منار، ازيك؟ أهلا بحضرتك، منورنا النهاردة يا دكتور. والله المكان منور بكل اللي فيه يعني. ربنا يخليك يا دكتور. النهارده في بداية حلقتنا، قبل ما نبدأ عايزة حضرتك بس تعرفنا ليه اخترت التخصص ده تحديدا؟ طبعا دي قصه طويله، بس انا من قبل يعني من اول ما دخلت مجال الطب وانا بحب الحاجات اللي فيها بروبلم سولفينج، اللي فيها من انت تحاول تفكر تعمل حاجة بإيدك، الحل يكون حل قطعي، فتقدر تقدم للعين حاجة معينة. فكان توجهي في الطب عامة إن أنا أدخل حاجة إما جراحة أو فيها حاجة تداخلية، سواء يعني ميديسن بس يبقى في حاجة تداخلية. ده كان الاختيار العام. بعدين حبيت مجال الأطفال، فلقيت إن موضوع قلب الأطفال ده ممكن يبقى أقدر أقدم فيه في جزء المجال التداخلي بتاعه حاجة مميزة. طبعا اللي يعني أثر الأمر ده برضو وجودي في مركز أسوان للقلب، فبدأت أحتك بدكتور مجدي بخبرات مختلفة. لقيت ده بيملى الشغف بتاعي ناحية الجزء ده يعني أنا ده الجزء اللي أنا بحبه في الميديسن، فهو ده يعني ملى الشغف بتاعي. فحسيت إن أنا يعني بالعكس انا ممكن ده الحاجه الوحيده اللي ممكن اشتغلها وما بقاش زهقان وما بقاش متضايق وابقى مبسوط اكتر من يعني حتى حاجات في حياتي العاديه يعني. طب يا دكتور، خلال مشوارك الطبي في أي حالة معينة مثلا أثرت في حضرتك أو موقف معين؟ انا دايما يعني يعني ببقى بحط نفسي مكان العيان، فبعيش يعني مشاعره دلوقتي، مشاعر اهله. مجال الاطفال بالذات مختلف، انت بتشوف في عينين الاهل كلام ما بيتقالش. الطفل ممكن ما يبقاش عارف يعبر عن نفسه، بس انت بتقدر تشوف في اهله القصه، بتشوف الفرحه لما بتحقق لهم حاجه معينه تخلي يعني ترجعهم لحياتهم الطبيعيه. لما يحسوا ان ابنهم رجع لحياتهم الطبيعيه، ده حاجه مشاعر فظيعه ما تتوصفش. يعني ما فيش قصه معينه اللي هو مريض معين في عيلتي مثلا او حاجه حصل له حاجه فلما اتعالج خلاني اخد التوجه ده، يعني القصه المشهوره في حياه ناس كتير. لكن لا، انا طول عمري بحب فكره ان انا يبقى قدامي مشكله واحلها. فده بيخليني اساعد، يعني لما بشوف العيان عنده حاجه ومحتاج حد يساعده فيها او يحلها، انا ببقى سعيد ان انا جزء من الحل ده. طب يا دكتور، أكيد في فرق بين التعامل مع طفل أو عيان مريض كبير. ازاي بقى حضرتك بتتعامل مع الأطفال وازاي بتتعامل مع الكبار، وخصوصا طبعا الأطفال؟ كل فن في الطب او يعني كل مجال وسبيشاليتي في الطب هي لها فن معين في ان انت تقدر تلقط التشخيص. في دلائل بتبان على الطفل، في الأعراض، في الشكاوى بتاعت الأهل. دايما لازم تقعد تسمع الأهل كويس، أنت بتتعلم منهم حاجات هي بتبقى مفاتيح الحلول بتاعة تشخيص ابنهم. عكس الكبار طبعا هو يقدر يحكي لك كل حاجة مر بيها، الدواء اللي بياخده، المشكلة اللي حس بيها هيقدر يوصفها لك. انما الطفل انت مع الخبرة بتبتدي تبقى عندك، اما تشوف الطفل ده شكله هيبقى كذا، لا يا جماعة خلي بالكم من كذا. انت بتبقى عارف واتس نيكست ايه اللي هيحصل، فبتبتدي تحذر الاهل، تنبههم من حاجات معينة، تنصحهم بحاجات معينة. فانما له مفاتيح وله حاجات زي كل مجال في الطب. طب يا دكتور، حضرتك ليك خبرات بره مصر وفي مركز مجدي يعقوب، ايه اللي بيميز الخبرات دي عن غيرها؟ اعتقد دلوقتي يعني زي ما الناس كلها بتقول العالم بقى قرية صغيرة. لو انت خبرات بره مصر، او ممكن يكون بره مصر الموضوع فيه مثلا structured بروجرام للتدريب وحاجات واضحه والناس بتبقى التراك بتاعها واضح. لكن الحاجه المميزه اللي نقلها دكتور مجدي يعقوب في مركز اسوان او في مصر هو انه نقل الفكره، والناس كل الناس اللي موجودين عندهم الحماس، وبالذات هو اختار الاجيال الصغيره عندهم الحماس ان هم يتعلموا ويتدربوا. احنا بنشوف دايما كل الدكاتره المصريين بيخرجوا بره مصر يبقوا واو،
كلهم اكسبرت، مم. كلهم شاطرين، كلهم كرييتيف. هو انت عاوز environment، عاوز بيئة تخليك تقدر تبدع وتقدر تطلع الحاجات اللي تساعد بيها العيان. هو ده يعني ده اللي خلى لما دكتور مجدي نقل التجربة هنا واستثمر في عقول الناس الصغيرة وفي حماسهم وفي فخلى انه لا بالعكس، احنا دلوقتي بنضاهي الخبرات الأجنبية. كتير بنتقابل في مؤتمرات وفي حاجات، بالعكس بنقدم أفكار. أحيانا أنت هنا في مصر عندك ضغوط معينة بسبب الصعوبات بتاعة وقت العملة، وقت المشاكل اللي كانت زمان موجودة. الضغوطات دي بتخليك تتصرف في حلول مبتكرة عشان تحل بيها نقص حاجات معينة، نقص وسائل معينة. ده مش موجود عندهم بره، هو عنده كل الحاجات سهلة. فبالعكس بيشوف ان انت عندك بتقدم له افكار هو ما مرتش عليه اصلا. طب يا دكتور، دايما المريض بيدور على دكتور يسمع له ويكون متابع معاه ومتواصل معاه طول الوقت، ازاي بقى حضرتك بتقدر تحقق المعادلة دي؟ دي معادلة صعبة، بس دي انا بعتبرها يعني جفت. دي حاجة من ربنا. انت في ناس بالهم طويل، ناس بتقدر تسمع. انا يمكن ممكن اكون الحمد لله يعني عندي الميزة دي ان انا بقدر اسمع العين، بديله وقتي. التيمبو بتاعي في العيادة ما بيتغيرش بسبب القصة دي. فبالعكس ده ممكن يأثر على ان انا باخد وقت اطول مع المريض. العيادة ممكن تبقى متأخرة شوية، لكن انا بحس انه المهم ان العين يبقى طالع في الاخر فاهم كل حاجة، ساتيسفايد، عارف حالة ابنه ايه. الناس يعني كان في فكرة قديمة، الدكتور اللي هو بيتكلمش كتير، اللي بيقول للعيان ويشخط فيه ويقول له كلمتين خلاص، هو العيان بيقدسه وبيحترمه حتى لو خارج مش راضي عن الزيارة والمقابلة. ولغاية دلوقتي في أمثلة زي كده. الحمد لله يعني أنا بعتبر إن دي منحة من ربنا، يعني ماليش فيها أي يعني بحاول ان انا اطورها. انه ما تبقاش على وقت العياده قوي او على وقتي قوي، ولا في نفس الوقت تبقى على حساب المريض او ان انا اثر في حق مريض تاني. لكن انا بعرف اعمل كده. ممكن اكتر ناس بيشتكوا من الحكايه دي عيلتي، ان هم حاسين انت اشمعنى بتدي وقت للعيانين، بترد على العيان طول الوقت الواتساب. العيان بيستغرب ان انا برد عليه، يعني طول ما انا ببقى صاحي او موجود واعرف ارد على العيان، ما بتاخرش ان انا ارد عليه. يا بس دي حاجة يعني ميزة هايلة. يعني الحمد لله. يعني انا يعني مش حابب ان انا اقعد ازكي في نفسي، لكن انا اعتقد ان دي ميزه كبيره. احيانا ببقى انا مضغوط بيها، لان بتخليك طول الوقت تحت ضغط ان انت محتاج ترد على العين. بتبقى خايف العين يكون عنده حاجه طارئه وانت قصرت معاه. في مصر الناس صحيح احيانا بعض العيانين برضو او بعض المرضى، هو مش هقول بيأبيوز الخدمة دي أو بيأبيوز الميزة دي أو بيستغلها بزيادة، لكن خلاص هو في ناس بتقدر وقت الدكتور فبتسأل على القد وتعرف. أنا في ناس بتكستند الموضوع ده، فبضطر إن أنا يعني أحاول أوازن ما بين إن أنا أقدم له النصيحة المطلوبة وإن أنا برضو ما استرسلش في إن أنا ألاقي نفسي بقى يعني طول الوقت يعني كول سنتر، مش على مش قادر أحقق حياتي، يعني البالانس بتاع حياتي يعني. طب ايه اللي خلى امراض القلب تنتشر قوي كده في مصر؟ طبعا احنا في مصر يعني امراض القلب بصفه عامه، هقول يعني هتكلم في فيها شقين، جزء اللي هو خاص بالكبار وجزء خاص بالاطفال. الكبار طبعا اللي خليها منتشره، احنا يعني للاسف عندنا العادات الغذائيه، العادات الصحيه، الرياضه. يمكن دلوقتي الحمد لله الاجيال الاحدث بقى في استثمار في الرياضه، استثمار في الناس بتحافظ على صحتها، فده بيقلل البردن ده. انما اذا انت ما فيش يعني وعي من ناحيه التغذيه، وعي من ناحيه الرياضه، وكمان مثلا تضيف عليها بعض العوامل او المخاطر زي التدخين او الحاجات بقى الجينيه او الوراثيه، ان حد هو في تاريخ عيلته عنده عرضه اكتر للقصه دي، فده بيخلي المرض نسبته اعلى. العيوب الخلقيه وضعها مختلف شويه. يعني العيوب الخلقيه فيها عوامل متعدده تدخل في اسبابها. نسبها ما زالت يعني تبان انها منتشره عشان بقى في وعي عند الناس. هي الاول كانت بتحصل بس عشان ما بتتشخصش، فالطفل ممكن يعني لا قدر الله يبقى يتاثر، يحصل له حاجه ما حدش فاهم ايه اللي حصل له، لان مفيش تشخيص، او مفيش تشخيص اصلا من بدري، ولا في تشخيص قبل الولاده، ولا تشخيص بعد الولاده كويس. فكان يبان انه ايه ده، مفيش حاجه اسمها امراض عيوب خلقيه. لما بدات الناس تعرف التشخيصات، وسائل التشخيص اتحسنت واتطورت، فخلى يبان ايه ده الموضوع بقى منتشر. طب ايه المؤشرات بالظبط اللي ممكن تبين مشاكل القلب يعني من بدري، ان الواحد يلحق نفسه؟ انا هتكلم بقى هنا على الاطفال يعني، او على العيوب الخلقيه بمعنى ادق يعني او اخص. تمام.
ايه اللي يخلي ايه المؤشرات في جزء منها ممكن يبقى جزء وراثي. يعني لو انا عندي في عيلتي 1 أو 2 طفل اتولد، اخويا ابن اخويا، اختي ابن اختي، نفس الكلام بالنسبه للزوجه، حد او 2 3 في العيله عندهم عيوب خلقيه مثلا في القلب، فده معناه ان في عامل حاجه وراثي. جينيه او عامل وراثي. فساعتها يفضل انه طبعا دلوقتي قل جواز القرايب شويه، زمان مع جواز القرايب كمان كان بيزود البردن ده شويه، بالذات لو العيلتين عندهم جينز فيها الميوتيشن دي او الخلل ده، وبالتالي كان بيزود النسبه. فلو في حد عنده، المفروض ان هو يعمل سكريننج. اي مثلا ست ده انا بتكلم طبعا الجزء اللي قبل الولاده اصلا، ست مثلا حامل وتعرضت لاي فيرال انفكشن، عدوى فيروسيه، حاجات زي مرض القطط، زي حاجات معينه، ادويه، خدت ادويه وما كانتش تعرف انها حامل، والادويه دي كان ممكن تؤثر على تكوين القلب او تكوين الاعضاء، فطبعا التشخيص المبكر هنا هيبقى مفيد. طبعا دي الحاجات اللي ممكن نعرف بيها قبل الولاده. طيب بعد الولاده يعني ده له بقى تفاصيل، ممكن نتكلم انه الطفل يتولد عنده مثلا نهجان، سرعه في التنفس. طب هو قبل الولاده يعني مثلا الفور دي والحاجات دي بتبين؟ طبعا دلوقتي معظم دكاتره النساء والولاده الحمد لله، يا اما هم بنفسهم او في بعض المتخصصين منهم في مجال السونار على الجنين او الفور دي او الوسائل دي، انه بقوا بيعملوا بدري، الموضوع بقى سهل يعني، بقى حاجه بسيطه، ما بقتش حاجه. لما بيشوف هو المفروض طبعا عند دكتور النساء ميزه انه بيبص على الجسم كله. لما بيشوف مثلا في القلب، هو عنده مثلا في التوصيات الطبيه انه بيشوف 3 حاجات معينه، مثلا 3 مشاهد للقلب. لو لقى المشاهد دي شكلها مش طبيعي او مش معتاد، فيبتدي يقول للمريض انت احتمال يبقى في عنده حاجه في القلب. او لو لقى مثلا متلازمه معينه في التحاليل بتاعه المريض، المتلازمه دي مشهور معاها امراض القلب، يبتدي يقول له لا محتاجين نعمل فحص ادق اللي هو اسمه ايكو على الجنين، او موجات صوتيه على قلب الجنين. فنبتدي نخش بقى دي مثلا بيعملها طبعا، يعني احنا بنعملها، بنقدم الخدمه دي، في ناس من دكاتره الاشعه بيعملوها، في ناس من دكاتره النساء بيعملوها، لكن يعني اعتقادي ان دكاتره قلب الاطفال او العيوب الخلقيه هم اكتر ناس بيقدروا كمان مش بس يشخصوا، يقدر يحط خطه لما بعد الولاده والخطوه اللي جايه، عشان دي حاجه هي الاهم، مش التشخيص فقط. طب لو اي حد مثلا عنده نغزه في صدره او عنده ضيق تنفس، دي ممكن تبقى بدايه لمشاكل مثلا قلب؟ ده لطفل مثلا اكبر شويه بيعرف يعبر، او حد مثلا بري ادلت اللي هو ادوليسنت او بري ادوليسنت اللي هو بيعرف يعبر. طبعا لو عنده نغزه، لو عنده ضيق في التنفس، صحيح في الاطفال معظم الوقت يعني 90% النغزات والحاجات دي بتبقى ممكن نتيجه اوجاع تانية في العضلات بتاعه القفص الصدري، نتيجه التهابات في اغشيه الرئه والقلب، لكن ممكن تبقى مدلول على مشكله في القلب. فالافضل انه لما يبقى في حاجه زي كده ناخد راي مختص، نعمل فحص، نطمن، لو كل حاجه كويسه يبقى خلاص. يعني المفروض ان واحد يعني اول ما يحس باي اعراض من دي اللي هو ما يهملش بقى، ولازم ان هو يفحص نفسه، يعني بالذات لو اعراض متكرره، الاكتر لو اعراض كمان مع المجهود. يعني دايما القلب بيحتاج، هو ده الدينامو بتاعنا، المضخه بتاعتنا اللي بتعمل كل المجهود وقت الرياضه، وقت الجري، وقت ما ببذل مجهود زياده. فلو انا الاعراض دي بتزيد مع المجهود، فده معناه انه المضخه دي او القلب ده مش قادر يكافئ الجهد الزياده المطلوب منه، وبالتالي فغالبا الاعراض دي بتبقى لها علاقه مباشره. عكس لما تبقى اعراض وقت الراحه ممكن تبقى لها علاقه بالقلب، ممكن تبقى لها ما تبقاش لها علاقه بالقلب. طب يا دكتور، احنا زمان اي حد بيسمع ان هو عنده مرض في القلب، الموضوع بالنسبه له بيبقى مرعب جدا. لا بقى الموضوع يعني دلوقتي لسه طبعا زي زمان؟ طبعا الناس دايما شايفه ان القلب ده هو اصل هو يعني هو اساس الجسم، العضو الحاكم او العضو المتحكم في كل الاعضاء، والعضو المسيطر على كل الاعضاء. فاي حد بيحس ان في مشكله في القلب او تشخص ان عنده مرض في القلب بيبتدي يتوتر. لكن في العيوب الخلقيه بالذات يعني، وفي امراض القلب بصفه عامه، مش بالضروره كل حاجه تتشخص في القلب تبقى محتاجه قلب مفتوح، عشان هي دي كلمه بتخض الناس. انا عندي مشكله في القلب، احتمال يبقى محتاج جراحه وقلب مفتوح، فبيبتدي الموضوع وانا همشي على ادويه طول العمر وانا خلاص بقيت مريض قلب يعني. فلا، هو بالعكس في حاجات ممكن بس مجرد تظبيط العادات الغذائيه والرياضه نلاقي الامر ده اتحسن، ما احتاجش اصلا يكمل على العلاج. هو ممكن يبقى بسيط بس لو لحقوا بقى من الاول. فتشخيص مرض في القلب حاجه بتخض الناس، لكن مش بالضروره ان دي حاجه تبقى محتاجه علاج طول العمر.
محتاج ان هو صحيح دايما التشخيص المبكر هو احسن حاجه تساعد ان احنا نبقى فاهمين جسمنا، فاهمين المشكله اللي عندنا ايه. هل محتاجين علاج دوائي اصلا ولا لا، ولا بس تظبيط عادات غذائيه؟ هل محتاجين علاج تدخلي ولا لا، سواء جراحه او قسطره؟ كلام في امراض القلب، في عيوب القلب الخلقيه، في اصلا حاجات بنسميها سيمبل ليجنز او حاجات بسيطه، يعني ديفكت بسيط هو هيخف لوحده، هيتحسن لوحده، او هيبقى زي ما هو لكن ليس له تاثير. وبالتالي فلاقوا الناس اللي عندها الحاجات البسيطه دي زيهم زي النورمال بوبيوليشن او زي الناس الطبيعيين في العمر، في الرياضه، في المجهود. وبالتالي مش كل واحد اتسمع عليه حاجه على قلبه او تشخص بحاجه في القلب بالضروره ان هو بقى خلاص مريض مزمن وهيموت. ومفيش يعني القصه دي الحقيقه يعني فيها سنه مبالغات شويه. بمناسبة بقى الحاجات دي، طب ايه اكتر المعتقدات الغلط او الخرافات اللي عند الناس اللي حضرتك بتسمعها في العيادة مثلا؟ من اكتر الحاجات اللي فيها يعني بعض الخرافات شويه، انه الناس مثلا معتقده ان الثقب مثلا ممكن لو كل اكل معين او عمل حاجه معينه يكبر. يتسد او يكبر، او ان هو له علاقه، هو له نورمال كورس او ناتشورال كورس. يعني اما لو هو حاجه صغيره هي بيبقى لها انسيدنس انها يحصل لها سبونتينيوس كلوجر او انها تقفل لوحدها. مش بالضروره انه طبعا في فيديوهات منتشره بقى اللي يقول لك اصل ده كل مش عارف ايه وبقدره ايه اللي حصل والبزرايه بتاعت ما اعرفش ايه قفلت يعني مش دي الحاجات الحقيقه. يعني الحمد لله الناس بقى عندها وعي، الميديا مخليه الناس بتقرا كل حاجه تشات جي بي تي، يعني دكتور تشات جي بي تي دلوقتي الناس كلها يعني بتيجي العياده مذاكره مع تشات جي بي تي، اصلا جاي عارفه كل حاجه. لا عارفه بالزياده. للاسف برضو ما فيش الفلتر. يعني تشات جي بي تي ده انت هتقعد تساله هيقعد يوديك في كل اتجاه، يعني هيقول لك حاجات الخاصه بيك والحاجات اللي مش خاصه بيك قوي. بيقول ان جنرال، هو مش بيتكلم ان جنرال. هو نفسه بيقول لك انا لسه بتعرف على الحاجات وبتعلم الحاجات. طبعا ده بالنسبه للمريض المصري، لو كمان هو متوتر فانت كمان ضفت له معلومات زياده. احيانا المعرفه الزايده بتبقى عدو الانسان، مش صح. يعني صحيح المعرفه مفيده، لكن المعرفه الزايده بالذات لو هي مش منظمه او مش متفلتره يعني ممكن تضر الانسان وتوتره اكتر. طب انا دلوقتي يا دكتور مثلا عايزه بقى احافظ على قلبي من غير ما ادخل في اي متاهات من دي خالص، ايه ابسط مثلا 3 خطوات انا ممكن اعملهم؟ بالانس بتاع النوم، التغذيه السليمه، الرياضه، سيمبلي. من افويد العادات السيئه زي التدخين، سواء بقى الحاجات الجديده الالكترونيك او السموكينج والكلام ده، لانه لسه ما حدش عارف مشاكله ايه. ولو عندنا تاريخ مرضي في الاسره لامراض قلب يبقى محتاجين نبقى بس بنعمل مثلا تشيك اب روتين مثلا للتحاليل معينه، نطمن على نسب الدهون في جسمنا، حاجات شبه كده. ده بالنسبه طبعا للبالغين، يعني لو ده سؤال عام عن امراض القلب يعني. طب يا دكتور ايه اكتر يعني الامراض بتاعه القلب اللي بين الاطفال الشائعه؟ اكثر الامراض انتشارا هي يعني يمكن ثقوب القلب دي منتشره، لانها اولا انواع كتيره، ولو انها ممكن تيجي لوحدها وتيجي مصحوبه بحاجات تانية. فهو كلمه ثقب في القلب دي اولا كلمه كبيره بالنسبه للناس، وما زالت لغايه دلوقتي بتؤرق الناس لما حد يتقال له ده انت عندك ثقب في القلب، ابنك عنده ثقب في القلب. دي من اكتر الحاجات اللي منتشره، حاجه مخيفه فعلا. لكن نسبه كبيره جدا من الثقوب دي ممكن تقفل لوحدها. نسبه يعني جزء منها طبعا، بس كل حاجه محتاجه المتابعه. ما ينفعش انه يعني اسوأ حاجه ان انت تقول له لا ده هيقفل لوحده وتقول له ما تتابعش، يعني دي نصيحه غلط. بعض الدكاتره اللي مش متخصصين بينصحوا العيان كده، انت لا ده ثقب وبيقفل لوحده وما تتابعش. لكن لا، لازم يتابع، لازم اتليست يتابع لغايه ما يطمن، او يبقى يا اما الحاجه دي خفت لوحدها، او لو محتاج علاج يبقى عارف امتى محتاج العلاج ده وامتى يتقدم له العلاج وانهي نوع من العلاج اللي هيتقدم له. انما يعني الاهمال في المتابعه حتى لو التشخيص بسيط دي حاجه بعتبر انها حاجه مش كويسه. طب احنا دايما عندنا اعتقاد ان مريض القلب ده لازم يبقى شخص يعني كبير في السن، لكن دلوقتي بقى في نسبه كبيره من امراض القلب عند الاطفال وحديث الولاده، ايه سبب ده؟ امراض القلب في حديث الولاده والاطفال هي بنسميها احنا يعني عيوب خلقيه. يعني ايه عيب خلقي؟ كلمه عيب خلقي يعني حاجه الطفل مولود بيها. دي تختلف شويه عن امراض القلب بتاعت الكبار اللي هي نتيجه تراكمات لامراض ضغط او سكر او مشاكل في الشرايين او حاجات شبه كده. العيوب الخلقيه دي حاجه وقت تكوين الطفل نفسه
بيحصل خلل معين في الخلايا بتاعه القلب، بحيث ان يحصل عدم تشكل لصمام، شكل الصمام مختلف، ثقب في القلب، انعكاس في مكان مثلا حجرات في القلب او شرايين في القلب او اورده وهكذا. اسبابها ايه؟ اول كلمه في موضوع عيوب القلب الخلقيه دي انها كلها معظمها مالتي فاكتوريال. مفيش تقدريش تمسكي سبب واحد كده تمسكي تقولي هو ده، لكن مشهور اسباب معينه وحاجات معينه زي في ايه بقى؟ يعني بنسميها زي مثلا في بعض ادويه ممكن تسبب عيوب خلقيه. فعشان كده دايما بننصح اي حد بيخطط لحمل، بيبلان لحمل، لازم يبقى واخد باله ما ياخدش اي ادويه من غير ما يستشير الطبيب المعالج بتاعه، عشان بالذات تكوين القلب ده بيتم في اول شهرين 3. اللي هم اوريدي الناس، معظم الناس بتمس فيهم التشخيص، يعني فكره الحمل، يعني الناس بتبقاش واخده بالها من الحمل في الفتره دي، وبالتالي ممكن تاخد اي ادويه تعمل مشاكل خطيره في القلب. دي حاجه معروفه ومدروسه تماما، انه في ادويه معينه اذا الواحد خدها بدون وعي، بعضها مضادات حيويه، بعضها ادويه قلب، بعضها ادويه سيوله، بتعمل ديفينتلي بتعمل عيوب في القلب. من الحاجات اللي مشهوره موضوع الفيروسات، العدوات الفيروسيه. خلاص دايما الفيروس بيلخبط المناعه ويلخبط الاجسام المضاده في الجسم، ويلخبط فكره ان الخلايا نفسها تعمل يعني تتشكل ازاي. في فيروسات مشهوره ومعروفه زي قلنا ده القطط والكلام ده مشهور مع العيوب الخلقيه بتاعه القلب. دي حاجه يعني في بعض امراض معينه زي الذئبه مثلا، امراض مناعيه مشهور معاها مشاكل معينه، عارفين ان الطفل اللي مثلا مامته عندها ذئبه احتمال يبقى عنده حاجه فاحنا بنبقى متابعين واخدين بالنا. عشان كده دايما انت بتخطط للحمل، يعني دايما هو ده بدايه انك تاخد بالك ايه السبب وايه اللي بيحصل. ده اللي بيخلي عيوب القلب الخلقيه ما بتقدرش تمسك سبب معين، لكن في حاجات معروفه. انما في معظم الحالات 90% من الحالات ما بتقدرش تمسك السبب، بتبقى مستبعد كل الكلام ده وبتلاقي برضه عيب خلقي. فدي بنسميها احنا طفره، يعني حصل ميوتيشن، حصل خلل اثناء التكوين، حاجه معينه حصلت. ايه هي؟ هل سريان الدم في المكان ده كان مختلف في الخلايا دي وهي بتنقسم، حصل فيها حاجه مختلفه، مش هتقدر يعني احيانا تمسك السبب بوضوح يعني. طب يا دكتور، عند الاطفال ازاي الاهل يعرفوا يفرقوا بين الاعراض؟ مثلا دي اعراض قلب خطيره ودي اعراض عاديه، مثلا كحه، تعب. الامراض القلب زي الثقوب مثلا مشهور معاها انها ممكن بتعمل، يعني الدم بيعدي من الثقب زياده للرئه مثلا، فده بيعمل احتقان في الرئه، فبيخلي الرئه بتاعتهم عرضه